طيب يا دكتور، بنت ولا ولد؟ مش قادرة استنى عشان أعرف. طيب يلا نشوف. أوه مبروك، هتجيبي توأم. طفلين؟ ده مش متوقع. طيب ده يعني ضعف الفرحة صح؟ أوه بيني، عيلتنا أخيراً هتكبر. أعتقد إنه بدأ. طيب يلا نجهزك حالاً. أنتِ هتولدي يا مدام جونسون. أهم أطفالك. تايلر، شايف؟ رائعين مش كده؟ أطفالنا مولي وميا. حلوة قوي إن إحنا رجعنا البيت. ممكن نجهز العشاء بسرعة يا تايلر؟ أعتقد إن البنات جعانة. هنأكلكوا على طول. ما تقلقيش، أنا هجهزه. أوبس، مفيش حاجة هنا، المكان ده فاضي برضو. حبيبتي، إحنا في مشكلة كبيرة. ده معناه حاجة واحدة بس، لازم نتنازل عن بناتنا. أكيد هيلاقوا حد يقدر يعتني بيهم يا حبيبتي. خلينا نسيب البنات هنا يا بيني، حد هيلاقيهم وأكيد قريب. أتمنى لكم السعادة. هتوحشونا جدا. جو جميل للمشي. دلوقتي إيه اللي بيحصل ده؟ أكيد أنتوا بردانين. تعالوا هنا. يا بنات، أنتوا لطاف قوي. كيفن تعالى هنا حالا، عندنا مشكلة. بص، الاتنين دول ضاعوا في الغابة. لازم نعتني بيهم يا جاك، الأطفال ما يقدروش يكبروا من غير أهل. أنتوا جعانين؟ طيب اتفضلوا، أنا متأكد إن إحنا هنتفاهم كويس جدا. صباح الخير يا جماعة. يلا يا ميا اصحي. أنا صحيت يا مولي، بس ما تفكريش إنك تاخدي الدش قبلي. أنا اللي هبدأ النهاردة. ده منعش فعلا. طيب يا أختي، أنا جاهزة للمغامرة. لأ، مفيش مغامرات قبل ما نفطر. تحبي ساندويش لذيذ؟ فكرة هايلة. بصي وتعلمي، الشيف المحترفة بتشتغل. خلصت. بالهنا والشفا يا أختي. لذيذ جدا. ده أحلى صباح في حياتي. استني شوية يا مولي، هرجع لك على طول. أوبس، أتمنى ما تكونيش سمعتي ده. طيب دلوقتي ممكن نبدأ نستمتع؟ تحبي تلعبي على المرجحة معايا؟ يلا تعالي ورايا. ده ممتع جدا يا ميا. استني يا أختي، ما قريناش لسه حكاية الخيالية بتاعتنا، فاكرة؟ وقفنا فين آخر مرة؟ صح، الأمير راح ينقذ الأميرة بتاعته. الخفاش ده تاني. ما تقلقيش يا مولي، أنا هتصرف. شو، امشي من هنا، دي غابتنا. أظن ده المكان المناسب يا ميا. أنا لازم أخد شوية صور. تاني يا مولي، سيبي الكاميرا لحظة، أوكي؟ الأفضل ندور على كنز. دقيقة واحدة بس أوعدك. انتي مش هتتغيري أبداً يا أختي. يلا يا ميا، الصور هتكون رائعة. واو، ما كنتش عارفة إن في كهف سري هنا. لازم أشوف المكان كويس. تعالى الماما. يا كنزي الغالي الغالي جدا، خلي مولي تقعد هنا بس، هي بتحب الغابة الغابية دي على أي حال. انتي فين يا أختي؟ أنا لازم أستخبى. عايزة تلعبي استغماية؟ لأ، ميا عمرها ما هسيب شنطتها وتمشي. أنا فقدت أختي. أهلاً، عينيكم مش بتغشكم، دي أنا أغنى بنت في العالم. يا ربي، دي فلوس كتيرة قوي. الفلوس دي لازم يتقفل عليها وتتحفظ كويس. طبعا يا أنسة، من فضلك تعالي معايا. دلوقتي عايزة تودعي قد إيه؟ أول حاجة 1,000,000، وواحد كمان، وكمان واحد، ليه لأ؟ وما ننساش الأحجار الكريمة النادرة دي كمان.
كله تمام يا أنسة، هنحافظ على ثروتك كويس جدا. دلوقتي امضي هنا وهنا، وده مفتاح الخزنة الخاصة بيكي، وطبعا كارت الائتمان الماسي. ده أول يوم في حياتي الجديدة، حياة الغنى الفاحش. ده معناه إن أنا محتاجة ميك أوفر زي البنات اللي على أغلفة المجلات. طيب يا أنسة، انتي جيتي المكان الصح. الأول هنقص من هنا وبعدين نقص من هناك وترى. دلوقتي ايه رأيك؟ ثانية، في حاجة غلط هنا. شعري، دي كارثة. هتندمي على اللي انت عملتيه ده. يا شباب اتصرفوا معاها، هسيب الباقي لخيالكم. تعالي هنا يا أنسة، محتاجين نتكلم معاكي. أنا ماليش دعوة، دي الموضة الجديدة صدقوني، انتي مرفوضة. احنا اسفين جدا على الغلطة دي يا أنسة مية، خلينا صلحتها حالا. اتفضلي ارتاحي، انتي تستحقي أحسن حاجة. أول حاجة ليمون منعش. شكرا. دلوقتي هنبدأ بماسك للوش، وبعدها هنشتغل على المانيكير. هايل، ما ننساش كريم للبشرة كمان. طيب قربنا نخلص. ده لبسك الجديد، لازم أقول إنه لايق عليكي جدا. وطبعا صلحنا شعرك كمان، شوفي بنفسك. دلوقتي كده كويس. اتفضلي خلي الباقي، الجمل مفيش فلوس كتير عليه. الغنى متعب جدا، محتاجة أجازة فاخرة من الدرجة الأولى. الفلوس مش مشكلة. استمتعي بعطلة نهاية الأسبوع يا أنسة. أكيد هعمل كده يا صاحبي. أحسن أماكن في الدرجة الأولى بحبها، لكن ما بحبش العصير ده. الناس الأغنياء مش لازم يشربوا الحاجات دي. اسمح لنا نصلح ده حالا يا أنسة. اتفضلي، معصور فريش. مش وحش. أهلا يا عالم، أنا جاهزة لأجازتي اللي مش هتتنسي. ده اللي كنت محتاجاه. يا ترى مولي هتحب المكان هنا؟ يا ربي، أقدر أخد الشغل ده؟ دي فرصتي الوحيدة عشان أجيب فلوس. أهلا، جاي عشان الشغل؟ أيوة، متأكد إني هقدر أعمله. هاي، تعالي ورايا. أهلا بيكي في الاسطبل بتاعنا. كل اللي عليكي تعمليه تنظيف المكان. حاضر، بس أبدأ منين؟ طيب لازم أهتم بالحيوانات الأول. اثبت يا صغير، مش هأذيك. إزاي اتوسخت كده؟ طيب خلينا نصلح ده، مش هتصدق شكلك بقى عامل إزاي. طيب يا صاحبي، مستعد للتغيير؟ يبقى يلا نبدأ. أول حاجة هنسرح شعرك ناعم وبيلمع زي الجديد. انت ازاي عملت كده في نفسك؟ دلوقتي محتاجين فرشة وصابون وبقيت نضيف خالص. دلوقتي وقت العشاء للكل، استمتعوا بوجبتكم. ما اقدرش انسى حد منكم، وده نصيبك كمان. يا ربي كلكم وسخين. يلا نتخلص من ده. مش هنسى الريحة دي ابدا. انت كمان. واضح ان انا نسيت انضف الارض. المكان ده محتاج تنظيف جامد. كمان محتاجين قش جديد، هجيبه حالا. انا تعبت خالص. خلصت شغلي يا مس ماري، الاسطبل بقى بيلمع. شغل هايل يا ماري، اتفضلي. هو ده كل اللي هاخده؟ يا ربي، ده كأني ما عملتش حاجة. محل، يلا نشوف فيه ايه. شوية تسوق أكيد هيحسن مودي. يا ريت أقدر أشتري حاجة، محفظتي تقريبا فاضية. $1 واحد يا أنسة. اتفضلي. شكرا، وتعالي تاني. طعمه لذيذ بس مش كفاية. الناس الغنية اللي زيي لازم ياكلوا في أفضل الأماكن. أهلا بيكي في مطعمنا يا أنسة، احنا مبسوطين إنك اخترتينا. عايزة أفضل ترابيزة عندكم. الترابيزة دي هتنفع. هاي، فين الناس كلها؟ تحبي تطلبي ايه؟ هطلب أغلى حاجة عندكم، وعايزة كتير منها.
زي ما تحبي يا نساء. لحظة واحدة. بحب إن أنا غنية جدا. اتفضلي طلبك جاهز من أحسن شيف عندنا. استمتعي بأكلك. ده الأكل الصح. أخيراً أكل فعلاً كويس. بطني بتوجعني جداً. إزاي الشيف بتاعكوا يعمل كده فيا؟ أنت عارف أنا مين؟ إزاي تجرؤ تأكلني ده؟ الأكل بتاعك عمل لي عسر هضم. مش ممكن يا أنسة، إحنا عمرنا ما بنغلط في الحاجات دي. طيب خلينا نتأكد. ده فظيع. بنعتذر بشدة، خلينا نعوضك. اتفضلي اتفرجي على المنيو المميزة دي للVIP بس. طيب هادلكوا فرصة تانية. الوردية دي مش هتخلص صح؟ لسه في صحون كتيرة تتغسل. بس لحظة، أنا عارفة الصوت ده. مش دي؟ أختي، ده أنتي. أنا جاية، وحشتيني أوي يا ميا. أنتي أكيد غلطانة يا أنسة. أنا معرفش ميا اللي بتتكلمي عنها. أسفة، غلطتي، افتكرتك. أختي، رحتي فين؟ أتمنى تكوني كويسة في أي مكان أنتي فيه. هنلاقي بعض في يوم من الأيام، أنا متأكدة. ده اللي بتسموه مسرح؟ مش مصدقة قد إيه ممل. أنت رهيب جدا. خلينا نشوف هتعمل إيه في لعبة صيادين السمك. خد دي. إيه الدوشة دي؟ استني أنا جاي. طيب يا أنسة، أنا بطلب منك تخرجي من المسرح. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنت عارف أنا مين؟ أيوة، أنتي شخص وقح جدا. ده أنتي دلوقتي تطلعي برا معايا. هتندم على ده. من فضلك ما تجيش هنا تاني يا أنسة. بداية اليوم بسباحة شيء رائع. بحب ده. طيب مش هينفع أتشمس من غير ما أحط واقي شمس الأول. حقيقي شعور جميل إن الواحد يكون غني. فين الليمون بتاعي؟ يلا بسرعة. أنا جاية يا أنسة ميا، استمتعي بوقتك. طبعا يا راين هستمتع. لو في حاجة بعرف أعملها كويس تبقى الراحة. هي حكاية التفاح ده، مش بحس إنه غني لما باكل منه. مش متأكدة إن أقدر ألاقي تفاح غني يناسبك بسرعة يا أنسة. فعلا؟ طيب أنت مطرود، ما تورينيش وشك هنا تاني. زي ما تحبي يا أنسة ميا. محتاجة أهدي نفسي بعد كل التوتر ده. ده مش نافع. حتى حمام السباحة مش قادر يساعدني. أنا نمت كويس. طيب هفطر إيه دلوقتي؟ أعتقد هبدأ بسموزي مغذي. حضروا لي الأكل، أنا جعانة. أنا طردتهم كلهم مش كده؟ هعمل إيه دلوقتي وأنا لوحدي؟ مش مصدقني نسيت. النهاردة عيد ميلادي، وكمان عيد ميلاد مولي. خلاص أنا لازم ألاقي أختي، بوعدك. استمتعي بوجبتك يا أنسة. شكراً. الأكل طعمه حلو قوي. ممكن أطلب كمان؟ طبعاً، لحظة واحدة. اتفضلي، وما تنسيش الصويا صوص. واو، عمري ما دقت السوشي طعمه كده. بجد طعمه حلو كده؟ طيب عايزة أدوق شوية برضو. عندك حق، فعلا طعمه حلو. مش مصدقة إنك عملتي كده. الشيف ما ينفعش ياكل من طبق الزبون. أنا محتاجة أكلم المدير. أيوة، المشكلة مش هتصدق الشيف بتاعتك عملت إيه. عملت إيه؟ أكلت وهي بتشتغل. ده مش مقبول. يا ربي، هخليها تندم على اللي عملته ده. مولي، ما يصحش تعملي كده. بس مسكين، أنا أكلت بس حتة صغيرة وكنت جعانة جدا. كفاية، أنتي مفصولة يا مولي. أنتي أحرقتي المطعم بتاعنا.
مس كيم، ده ظلم. آسفة يا كيم، قراري نهائي. وبالمرة خدي المهملات معكي وانتي خارجة، أوكي؟ تستاهلي. أعمل إيه دلوقتي؟ ما عنديش فلوس ولا شغل ولا حتى أختي معايا. ما تقلقيش يا مولي، أنا هنا، ما تزعليش. ميا، أختي كنتي فين كل ده؟ بدور عليكي بقالي كتير. كنزة هو السبب يا مولي، الفلوس خلتني مغرورة. أنا آسفة جدا. ما تقلقيش يا ميا، الحاجة الوحيدة اللي تهمني إن احنا نبقى مع بعض. دلوقتي هنعمل أحسن حفلة عيد ميلاد يا مولي، لكن الأول لازم تغيري هدومك. دلوقتي كده أحسن. ودلوقتي يلا نروح حفلة نادي الأغنياء. واو، مش مصدقة اللي بيحصل ده يا ميا. طيب من دلوقتي دي حياتك يا أختي. استمتعوا بالرحلة يا سيدات. عندك هليكوبتر؟ عندي حاجات أكتر بكتير من كده. دلوقتي مستعدة لمغامرة غنية جدا؟ طيب استريحي واستمتعي. هنطير دلوقتي.